يا صباح الجمال، ازيكم يا احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبخير وبصحة وسلام دايما يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن قناة جميلة جدا بتاعت بنوتة قمة في الجمال وفي الرقة وفي الاخلاق والادب وبر الوالدين وحسن المعاملة والطيبة والاخلاق مع حماتها، وازاي قمة الاحترام والاخلاق في والحب كمان برضو بس بالاخلاق مع زوجها، وقمة الطاقة الايجابية. بنت جميلة جدا اسمها شروق علام. البنت دي يعني بصراحة الفيديوهات بتاعتها رهيبة رهيبة، طاقة إيجابية تجنن. الفيديو بجد تمسكيه من أول آخره، فعلا بجد ما تجريش منه حتى، لأنه بجد جميل. ما بتغلطش في حد، ما بتعملش اي تصرف مش محترم. اللبس بتاعها قمة في الاحترام والشيك كمان، ماشي. طاقة ايجابية رهيبة. جوزها راجل محترم جدا جدا جدا. بتمسك الشقة، تمام، ماسكه هي الشقه بتاعت حماتها حاليا، وبتعمل فيها توضيبات، غيرت لها في المطبخ، بتغير لها غرفه النوم، يعني حاجه جميله جدا. وظبطت لها السلم، عملته بحاجات يعني عاملاه بحاجات لذيذه جدا ورقيقه وجميله، بس خلت الدنيا غير، وحاجات اقل التكاليف. يعني مش مثلا شالت السيراميك وحطت سيراميك وهدت الحيطان وعملت معرفش ايه، لا 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 لا. بتبيض لون الحيطان، بتوحد اللون بتاع الحيطان كلها، بتخليها كلها لونها مثلا ابيض او اي لون هي حباه. بتدي وسع للشقه، بتدي نظافه. الكراكيب والحاجات ديت بتقوم شايلاها وباحترام، من غير ما تقولي ده كله تراب، ده مش لا 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 لا، زي قنوات تانية كان بتطلع بتهين في حماتها. لكن ديت ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا بتعمل كده مع مامتها، ولا بتقل ادبها على مامتها ولا على حماتها. بصراحة فوق الممتازة هي وزوجها. زوجها راجل محترم جدا، وايديهم في ايدين بعض بأدب وباحترام. بتعمل جايبة حاجات يعني زي ورق حائط كده، وحاجات مظبطة بيها، وانواع جديدة كمان، وعاملة لنا عليها عروض. زي شكل السيراميك حطاه زي ابلكاشات كده، شكلها جميل جدا. بتلزق في الحيطة بتاعة المطبخ، فتديكي انك عاملاه رخام. يعني حاجة جميلة، حاجة بجد جميلة. في الحاجات اللي محتاجة تتبيض بتبيضها، الحاجة اللي عايزة تتغير بتغيرها، وبتجيب عروض عليها، وبتقول لنا الاسعار ايه والدنيا ايه، وعاملة عليها خصومات. الارض عملت عليها ورق حائط على شكل على اشكال يعني حلوة، ماشي. بصراحة قناتها فوق الممتازة فوق الممتازة، ماشي. على شكل باركيه، عاملاها على شكل باركيه، افتكرت، تمام، ماشي. تحفه قوي بجد. وحماتها هي حماتها دلوقتي قاعده عندها في البيت، تمام، بادب وباخلاق. مش تقعد بقى تقول ايه حماتي جبت لها ما اعرفش ايه، حماتي عملت لها ده، انا سويت وعمل، لا. يعني بتشكر في حماتها جدا، وحماتها لما بتشوف الحاجه بتدعي لها. يعني بصراحه بنت محترمه، يا ريت اللي زي دي تكون موجوده في كل بيت وكل اسره. يعني يا ريت مثلا تبقى زي مرات ابن، يا ريت تكون مرات اخ، يا ريت تبقى بنت. يعني يا ريت نتعلم منها بصراحه. يعني فاهميني؟ يا ريت ان البنات يتعلموا منها ازاي يبروا والديهم، ازاي تتعامل بطريقه مؤدبه ومحترمه مع حماتها، وازاي تتعامل برضو مع جوزها على الشاشة بأدب وباحترام، وازاي جوزها برضو يتعامل معاها على الشاشة بأدب واحترام. يعني هي بتتعامل، يعني بيتعاملوا مع بعض باحترام جدا والله بجد. مع انه بيجيب لها اكل وبتاكل، بس تاكل هي مع نفسها، بتمسك البطاطايه هي بتاكلها بنفسها، ما اعرفش ايه الكلام ده كده. لكن ما بيقعدش بقى يعملوا بقى حاجات تصرفات بقى، ياكلها وياكلوا ويمسكوا في احضان بعض، والكلام اللي هي المسخره اللي حاصله ديت على في كل القنوات تعتبر. يعني حتى الستات الكبار صراحه، يعني مش فاهمه ايه ده. بس البنت دي برغم ان هي صغيره وجوزها صغير، الا ان هم ناس بجد محترمين وعاقلين ومؤدبين متربيين، عندهم اصول. فعلا الناس دي عندها اصول، وبتمنى تفضل كده على طول. وطلع ترندات، يعني اكتر من مره تطلع ترند، و طلع ترندات زي ما بقول لكم. بس ترندات ايه بقى؟ ترندات بالاخلاق، تمام. ترند بان هي بتوضيبات الشقه اللي هي عاملاها، والتغييرات اللي بتعملها باقل التكاليف، فاهمه؟ فاهميني؟ لكن مش ترند بقى واخداه عن طريق والله جوزي طلقني، حماتي قتلتني، مش عارفه مين عاوز يقتلني، مين عايزه تسميني، والله انا مسحوره، والله انا مقتوله، والله انا حامل، وخطوات الحمل 1 2 3، زي ما في ناس طالعين يعني سوري، يعني معرفش بيعملوا بيبي وبيطلعوا لنا البيبي بتاعهم حامل ولا مش حامل. يعني يا ستي ما تحملي ولا ما تحمليش، احنا مالنا يعني؟ ربنا ييسر لك امرك يا ستي، وييسر للجميع، وييسر لنا جميعا كل امورنا. يعني انا مش فاهمه، يعني جايب لنا البيبي في الشاشه نعمل بيه ايه يعني؟
ايه القرف ده على صبحية ربنا بصراحة. ماشي. ولا مش عارفه مين سحرتني، ولا فلانه رحت لها زياره وكانت عايزه تخطف جوزي. كلام كله يعني بصراحه يعني عيب قوي، يعني قذر جدا صراحه يعني. لكن البنت دي محترمه وبتمنى تفضل كده الى ما لا نهايه. واللي هيجنني بقى ان هي لسه قناتها حتى ما حصلتش ال 500 الف، يعني لسه ما حصلتش النص مليون. قناتها 400 وشويه، يعني هي قربت على النص. بس يعني لو قناه زي دي وبتطلع ترندات تمام، يعني بصراحة المفروض تكون قناة مليونية يعني. لكن القنوات التانية اللي هي مليونية اللي هي طالعة ما بنستفادش منها حاجة غير اللسان الطويل، وتقعد تشتم وتردح للمتابعين، وكأن كل المتابعين وكل الناس وكل الجيران وكل العالم عايزين يتجوزوا جوازتهم تمام. سواء كان صدمة ولا للأسف الشديد يعني مدام هناء، ان انا كنت فعلا يعني معرفش والله، كنت دايما بشكر فيها صراحة يعني. مصدومة فيها صراحة والله. ماشي. تطلع بردك يعني مش عارفة عايزة يطلقني وعاوز يتجوزني واخته وحماته ومراته الاولانية وعبير ومبادر ورغي ورغي رغي رغي عاملة حواليها كلام كتير سيء جدا جدا. كل ده عشان توصل للنص مليون. وصلت للنص مليون، بس واصلة بايه؟ واصلة بقمة وبكمية من الاهانات الرهيبة تمام. ونفس القصة صدمة بفضايح ومش عارفه، والناس تقول اللي بتشرب ايه وبتعمل ايه ومش عارفه. طردت البنت اللي اسمها نهى من عندها ومش عارفه، وسرقتها وسرقت مين. حاجات كلها قله ادب. ومش عارفه جوزها يطلع معاها يقعد مش عارفه كأن ما عندهمش غرف نوم في البيت ولا ايه، ولا محرومين من بعض بيظهروا قصاد بعض بس في الكاميرا. يعني مش فاهمه، يعني حاجات مش حلوه خالص. اما بقى البنت شروق دي فدي حاجه تانية خالص بجد. فبتمنى انها تفضل كده على طول بجد. ويا ريت بجد يعني، يا ريت فعلا بجد تتابعوها، ويا ريت تستفادوا منها، يعني نتابعها وبجد نستفاد منها في حسن المعاملة والاسلوب والطريقة واللبس المحترم وكل حاجة كل حاجة هي وزوجها. ويا ريت الازواج بتاعتكم برضو يتفرجوا عليهم عشان يشوفوا حسن المعاملة ازاي. يعني مش حسن المعاملة بس انها يعني ان هو يطلع في الشاشة راجل محترم، راجل محترم، مش قاعد يتمايص وعايز يمسكها كده ويمسكها كده. يا عم انتوا متجوزين يا عم، هو انتوا يعني ايه تخلي الواحد بس يقول كلام عيب يعني في ايه يعني؟ ولا هي تطلع تضحك بعد الضحكات اللي هي اللي فيها ابتزاز كده وقرف. ماشي. لا، بنت متربية بجد، وراجل متربي بجد. فياريت تتابعوها عشان تستفادوا منها. ودي فعلا قناة يعني بجد شرف لينا جميعا، شرف للمصريين جدا 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 بصراحة. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. وياريت القنوات التانية تحترم نفسها وترجع لمحتواها الاصلي اللي كانت فيه، بدل اللت والعجن وقيل وقال والحاجات دي كلها. ماشي. وربنا ييسر الامور لينا جميعا، امين يا رب العالمين، ويصلح احوالنا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا بالشير واللايك واشتراك القناة. شكرا. السلام عليكم.